صباح الخير. أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه هذا الصوت، يا من تستيقظ على وهج يوم جديد، عندما تفتح عينيك ليس فقط لتشرق الشمس، بل لتشرق آمالك، أحلامك، وتلك الدعوات الخفية التي ينبض بها قلبك. اليوم هو فرصة لكتابة قصة جديدة، فصل جديد في كتاب حياتك الذي يضم بين صفحاته معاني لا تنتهي. دعنا نمشي معا بخطى هادئة نحو أرض الحكمة والإلهام، حيث تصبح كل لحظة درسا وكل نفس رحلة في عالم الذات. سكينة قبل البدايات. في ساعات الفجر الهادئة تسبق ضوضاء اليوم. هناك عالم لا يسمع منه سوى صوت قلبك. في هذه اللحظات يكون للسكينة معنى أعمق من مجرد غياب الضوضاء. إنها فرصة للقاء الذات بكل صراحة. اجلس وتوقف عن الركض خلف الزمن. انظر حولك كيف يمتزج ضوء القمر الباهت مع أول خيوط الفجر. كل هذه الظواهر تحمل في طياتها رسائل عن التجدد، عن الفرصة الثانية، عن كيف أن كل بداية جديدة تحمل بين طياتها أسرار النهاية القديمة. اسأل نفسك: ما الذي يمنحني السكينة في هذا الصباح؟ هل هي تلك اللحظات التي تمر دون أن ألتفت للخلف؟ أو تلك اللحظات التي أعيد فيها اكتشاف ذاتي؟ هذه السكينة إن ما تعنيها لك هي الممداد الذي ستستمد منه طاقتك لبقية اليوم. الحوار الداخلي واللقاء مع الذات. في زحمة الأصوات التي تملأ حياتنا اليومية، غالبا ما نغفل عن الحوار الذي يجرى داخلنا. هذا الحوار هو الرسالة التي يخطها عقلك وقلبك معا ليرشدك نحو الحقيقة. في كل صباح حينما تقف أمام المرآة، اجلس مع نفسك لسوالف طويلة تتحدث عن الهموم والأفراح، عن النجاحات والإخفاقات. استمع إلى ذلك الصوت الذي ربما يكون هادئا، لكن يحمل بين طياته قوى تغير مجرى يومك. أسئلة كبرى تصاحبنا في كل صباح: من أنا؟ ما الذي أبحث عنه في هذه الحياة؟ كيف يمكنني أن أكون أفضل نسخة من نفسي؟ في هذه اللحظات التأملية لا توجد أجوبة صحيحة أو خاطئة، فقط بصيص من الحكمة ينير الطريق. تعلم أن تعطي نفسك حقها من الرفق والحنان. لا تكون قاسيا على ذاتك، بل امنحها تلك الفرصة لتكون صديقتك المقربة، لتسمح لها أن تعبر عن مشاعرها دون حكم أو نقد. رحلة البحث عن الذات تفسيرات جديدة لما تعنيه الحياة. كل تجربة نمر بها، سواء كانت سعادة أم حزن، تترك بصمة فينا وتشكلنا كأفراد في هذه المسيرة الطويلة. تأمل في هذه الرحلة كأنها رحلة بحرية، حيث الأمواج قد تعصف في بعض الأحيان، وأحيانا تكون السواحل هادئة. ليس المهم أن تصل إلى الشاطئ فقط، بل أن تتعلم كيف تحكم قلبك وعقلك في مواجهة الرياح العاتية. كل خطوة تخطوها في طريق اكتشاف ذاتك تضيف طبقة جديدة من الحكمة إلى روحك. وهنا يكمن السر في أن الحياة ليست عن الوصول فقط، بل عن الاستمتاع بكل لحظة من الطريق. قوة التسامح مع النفس والآخرين. التسامح ليس فقط كلمة تقال، بل هو فن يمارس في أعماق القلب. يبدأ التسامح مع النفس، فكل منا يحمل في طياته قصصا من الندم والأخطاء. تعلم أن تكون رحيما مع ذاتك، وأن تمنحها المساحة للنمو والتغيير. لا تقسو على نفسك مهما تكررت الأخطاء، بل اعتبرها دروسا في مدرسة الحياة. ثم يأتي دور التسامح مع الآخرين.
قد تجد أن التمسك بالضغائن يثقل كاهلك أكثر مما يؤذي من حولك. عندما تفتح قلبك للتسامح، تفتح لنفسك أبواب الراحة والسلام الداخلي. فالتسامح هو جسر يصل بين القلوب، يزيل الحواجز ويعيد بناء جسور التواصل والمحبة. نحت العادات الصباحية كأسلوب حياة. الساعات الأولى من يومك تمثل لوحة فارغة تنتظر أن تلونها بألوانك الخاصة. لكي يكون يومك مثمرا، من الضروري أن تضع روتينا صباحيا تبني به أساسيات يومك. ابدأ بلحظات التأمل البسيطة، وارسم لنفسك جدولا لا يستعصي عليه التغيير، بل هو مرن ليستوعب مفاجآت الحياة. من خلال العادات الصباحية تزرع بذور النجاح في تربة ذاتك. قد يشمل ذلك قراءة بعض الأبيات الشعرية أو آيات من كتاب مقدس، كتابة المذكرات، أو حتى مجرد الاستمتاع بكوب من الشاي أو القهوة ببطء. كل لحظة تقضيها مع ذاتك في الصباح تعد استثمارا في صحتك النفسية والعقلية. فكر في ذلك كأنك تعد وجبة فطور روحانية تغذي جسمك، عقلك وروحك، وتجعلك مستعدا لمواجهة التحديات. رحلة عبر الزمن، الماضي، الحاضر والمستقبل. كل صباح يحمل في طياته لمحة من الزمن، من الماضي الذي ترك بصماته إلى الحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نحلم به. دعنا نتأمل كل هذه الأزمنة كأنها نقاط من نور، كل منها يحمل دروسه الخاصة. الماضي هو معلم، يعلمنا عن أخطائنا ونجاحاتنا. الحاضر هو الهدية التي يجب أن نقدرها ونستغلها بحكمة. أما المستقبل فهو بوابة الأحلام التي تذكرنا بأن الحياة مليئة بالاحتمالات غير المحدودة. توقف للحظة واسترجع تلك اللحظات التي شكلتك، مهما كانت مريرة أو سعيدة. كل تجربة ماضية هي قطعة من لغز وجودك، تكمل الصورة عندما تنظر إليها بعين الحكمة. ثم اسأل نفسك: كيف أستخدم هذه التجارب لصنع غد أفضل؟ كيف أستغل الحاضر ليبني مستقبلا ينبض بالأمل والإبداع؟ الفنون وأثرها في الروح. الفن هو اللغة الصامتة التي تلامس أرواحنا. لحن واحد أو لوحة واحدة قد توقظ فيك إحساسا لم تستطع الكلمات وصفه. اجعل للفن مكانا في صباحاتك، استمع لما يحرك داخلك، واقرأ ما يربطك بجمال الحياة. عبر الفن ندرك أن الجمال موجود حتى في التفاصيل الصغيرة. عبور التحديات بحكمة. الحياة لا تخلو من التحديات، ولكن بداخلنا قوة قادرة على تحويل الألم إلى دروس. كل صعوبة تمر بها تحمل رسالة، وكل عقبة هي فرصة لتقوية ذاتك. اسأل نفسك دائما: ماذا تعلمت؟ كيف أصبحت أكثر وعيا؟ في الظلمة تذكر أن النور لا يغيب، فقط يحتاج من يراه. العلاقات الإنسانية العميقة. العلاقات الصادقة لا تقاس بالزمن، بل بما تضيفه إلى أرواحنا. كل إنسان تقابله يحمل قصة، وكل علاقة حقيقية تنبت فيك شيئا من الأمان. حتى الفراق أحيانا يكون ذا قيمة، لأنه يترك في القلب أثرا يضيء لنا الطريق. التغيير الداخلي فن وصبر. التغيير ليس لحظة، بل مسار طويل من التأمل والاختيار. حين تقف أمام ذاتك بصدق وتقرر أن تتجدد، تكون قد بدأت طريق التحول. كل يوم فرصة لرسم جزء جديد من لوحة حياتك. لا تخف من هدم ما لا يشبهك لتبني ما يستحقك. البساطة حكمة الصادقين. في البساطة عمق لا يرى، وفي التواضع رفعة لا تطلب. الكلمات البسيطة تلامس القلب لأنها خالية من الزيف،
كن كالماء يتأقلم بهدوء ويحمل الصفاء في جوهره. احتضان الأحلام. أحلامك ليست خيالات، بل إشارات من روحك لما يمكن أن تكونه. لا تدع الخوف يقيدك، بل تحرر منه واسمح لأحلامك أن تكبر. تذكر أن كل فكرة عظيمة بدأت كحلم صغير، وأنك قادر على تحقيق المستحيل إن آمنت. التأمل والبحث عن الحقيقة. الحياة ليست سلسلة من الإجابات، بل من الأسئلة الجميلة. في كل تجربة هناك ما يقربك من الحقيقة، حتى لو لم تجدها كاملة. رحلة التأمل تكشف لك عن ذاتك أكثر مما تكشف لك عن العالم. الوعي. الاستيقاظ الحقيقي. العيش بوعي يعني أن تتناغم مع نفسك، أن تكون حاضرا بالكامل في كل لحظة. الوعي لا يأتي من كثرة المعرفة، بل من الصدق مع الذات. عندما تستيقظ على حقيقة وجودك، ترى العالم بعين جديدة، وتدرك أنك قادر على اختيار الطريق. طقوس الصباح وتأثيرها العميق. ابدأ صباحك بطقوس تزرع فيك السلام، سواء كانت قراءة، موسيقى، أو لحظة تأمل، فهي المفتاح ليوم أكثر صفاء. الصباح هو اللحظة التي تعيد فيها ترتيب روحك قبل أن تذهب إلى الحياة. الأمل نور لا ينطفئ. في كل عتمة هناك بصيص، وفي كل يأس فرصة خفية. الأمل ليس ضعفا، بل هو القوة التي تبقيك واقفا رغم كل شيء. قل لنفسك: سأصمد وسأنتظر شمسي حتى تشرق. التواصل مع عظمة الكون. أنت لست وحيدا، كل شيء من حولك يتحدث إليك بلغة الوجود. تأمل في النجوم، في الأشجار، في نسيم الصباح، كلها إشارات على أنك جزء من منظومة عظيمة. حين تشعر بهذا الاتصال، لن تشعر بالضياع أبدا. كل نهاية هي بداية، كل لحظة تختتم فيها فصلا من حياتك. أنت تفتح بابا جديدا. احمل معك ما تعلمته، وامض بقلب مفتوح نحو صباح جديد. كل يوم هو فرصة جديدة لكتابة قصة تشبهك، قصة تحمل نورك وحقيقتك.